أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة من عند الله مباركة فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا إلى رئيس الجلسة المحترم صف الحاكمين العارفين والعادلين الهادرين والهادرات جميعا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اليوم سأقدم لكم كلاما عربيا تحت الموضوع أدوات الدراسية في حياة التلميذ. أيها المشاهدون الكرام، كما عرفنا جميعا أن أدوات الدراسية مهم في حياة التلميذ خصوصا في تعلمه. هناك كثير من أدوات الدراسية، منها قلم وقلم رصاص وقلم تلوين ودفتر وكتاب ومسطرة وممحات ومبرات وورقة وغيرها. أيها المستمعون الكرام، أولا تساعد أدوات الدراسية في تدوين الدرس. إن القلم أداة مهم في تنمية مهارة الكتابة لدى التلاميذ. بالقلم يتمكن التلميذ في الكتابة الملاحظة وإجابة التمرينات وتسجيل المعلومات التي يقدمها من المعلم. قال الحكماء: العلم صيد والكتابة قيده. لذلك الحث على طالب العلم لكتابة كل ما يتعلمه ويسمعه. بالقلم نحن نستطيع أن نكتب المعلومات التي تساعدنا في مراجعة الدرس وفهمها جيدا. المشاهدون والمشاهدات، ثانيا، ما هي أهم الأدوات الدراسية؟ نحن كتلاميذ لابد علينا أن نحتاج إلى الكتاب والقلم خصوصا عند عملية التعليم والتعلم من المعلم. كما قال الله في الكتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. استنادا إلى هذه الآيات، إن الكتابة مهم في حياتنا لأنها نتمكن لزيادة معرفتنا من خلال قراءة الكتب المفيدة. من نظرة التلاميذ، الكتاب تبلغ إلينا درسا والمعارف جديدة. السيدات والسادة، ثالثا، في أي مكان يمكن التلاميذ لشراء أدوات الدراسية؟ يمكن التلاميذ لشراء أدوات الدراسية في دكان المدرسة. يبيع البائع أدوات الدراسية بأسعار رخيصة. لذلك يمكن التلاميذ أن يشتروا أدوات الدراسية في دكان المدرسة. أيها الجمع المبارك، وأخيرا يجب علينا أن نحافظ أدوات الدراسية بشكل جيد بعد الاستخدام حتى نتمكن دائما من استخدامها عند الحاجة. شكرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.